بيكم يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل كيكه سهله وبسيطه صيامي، مقاديرها سهله وبسيطه وحلوه جدا وهنزينها ونعملها. ومعايا كوبايه من الميه العاديه، نص كوبايه من الزيت. هضربهم كلهم في الخلاط مع باكو من الفانيليا نضربهم. هنا خلاص ضربت المقادير كلها في الخلاط زي ما احنا قلنا. كوبايه سكر، حطينا نص زيت، وحطينا كوبايه من الميه وباكو فانيليا، وحطيت هنا كوبايتين ونص من الدقيق وعليهم نص كوبايه من الكاكاو، وحطيت باكو من البيكنج باودر، وحطيت رشه ملح مش اكتر من كده. الكيكه بتاعتنا بتطلع جميله جدا كده. خلاص المقادير بقت معانا حلوه جدا. تعالي ننزل بالخليط الحلو ده من كده. وكل ما الكاكاو يكون غامق كل ما بيبقى افضل طبعا، لكن انا الكاكاو اللي كان عندي نوع فاتح مش غامق، فمش هيطلع لي الكيكه غامقه. كنا نحط رشه من الكربوناتو. انا هنا حطيت رشه من الكربوناتو، وحطيت كمان معلقه خل كبيره عشان تدينا خليط كده حلو، وبتدينا هشاشه كده في الكيكه. هنا هتلاقي الكتل كده تكتلت معاكي. هنا هنزل عليها بنص كوبايه من الميه السخنه المغليه. وهنا اتاكد ان خلاص كده عملت الخليط. هنزل بنص كوبايه من الميه، مش هنزل بيها كلها، سخنه لسه طافيه عليها. هتطلع معاكي كيكه حلوه جدا وهشه معاكي وجميله جدا. يعني بمقادير سهله وبسيطه تعملي احلى كيكه صيامي. ولو مش صيامي، لو ما عندكيش لبن، ما عندكيش بيض. وهنا بنصب الكيكه، هنشوف كده. شايفين الخليط بتاعنا حلو ازاي؟ تطلع معانا ان شاء الله زي الفل. حطها على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني، ونكون مسخنين الفرن قبليها حوالي ب10 دقائق. هنا هتاخد معاكي حسب فرنك، يعني ساعه حسب، يعني في تلت ساعه حط الخله. لو لقيتيها لسه يبقى محتاجه لسه تحطيها في الفرن. وهنا الكيكه بعد ما طلعت، الكيكه بجد جميله جدا وسمكها حلو جدا. شايفين انا قطعتها، وكمان لسه المفروض تسيبيها تبرد خالص علشان تطلع معاكي احلى واحلى. هنا شايفين السمك بتاعها، يعني مش رفيعه. وكمان انا عامله صينيه كبيره مش صغيره، يعني مقاسها كبير مش صغير. هنا تعالي نحط كده واحده عليها صوص شوكولاته كده. غرقي بقى صوص شوكولاته، عايزه تسيبيها ساده كده براحتك خالص. انا هنا عندي صوص شوكولاته، مقاديره سهله وبسيطه ومنزله على القناه، تقدري تعمليه بكل سهوله، وتقيل وحلو جدا زي ما انت شايفه كده. ايه رايكم في الجمال ده؟ بصوا شكلها تحفه جدا جدا جدا، ومقادير سهله. مين يقول دي صيامي بالحلاوه دي والشكل الجميل ده؟ بتمنى تعجبكم، بتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.